انا نفسي شخصيا النهارده ده يبقى عيد الواحد يكتبه عنده، اقول يا ربي 12/12 ده عيد ميلاد الكنيسة او عيد تكريس الكنيسة. انا يا رب النهارده عايز 12/12 يبقى عيد تكريس حياتي ليك. في حوالي من شهر تقريبا حضرت رسامة بعض الفتيات او الراهبات او العذارى ان هم يكونوا راهبات، ورأيت منظرهم في منظر مهيب. ناس بتدفن حياتها بتعبيرنا احنا، بتدفن حياتها، هم فعلا بيغطوهم بستر كده وكأنهم مدفونين، يعني حياتهم خلصت، ويقوموا بعد كده في حياة جديدة، حياة مش بتاعتهم، حياتهم الأولى ماتت وحياتهم الجديدة بدأت. قلت في الوقت اللي احنا بنسعى فيه للشر والخطية والإثم، نتصارع ونتنافس ونتسابق على المادة والمال والجسد، نلاقي ناس بتسلم كل ده ربنا طواعية، قل أنا ما أنا ولكن نعمة المسيح فيا. يعني أولاد من أولادنا وفي أعمار أولادنا بيقدموا حياتهم زي شمعة كده مضيئة، واحنا كبار السن ما بنعملش كده. عجبني قول لأحد الشباب التائبين، قال في الوقت اللي أنا بقدم فيه توبة وببدأ فيه مع ربنا، ببص بشوف ناس بتبتدي في اللي أنا بسيبه وبتركه. في الوقت اللي أنا ببدأ فيه مع ربنا تكريس حياتي، في ناس من اللي حياتهم مكرسة بيبدأوا في اللي أنا كنت ماشي فيه. الأنبا شنودة كان يقول دايما إذا كان ده زمن الخطية، أمال زمن التوبة هيكون إمتى؟ إذا كان الزمن ده الحاضر ده هو زمن الخطية، أمال إمتى هيجي زمن التوبة؟ إمتى هنتوب؟